مرحبا بحبايب ومتابعين الأخ ياسر. اليوم معكم فاطمة من قلب العاصمة الصومالية مقدشو في فقرة شيء ما شفتوه. حنتعرفوا على الصومال بشكل آخر. حياكم وخليكم معنا خطوة بخطوة تابعوا هذه السنابات. أعزائي المتابعين، حنبتدأ التغطية بحول الله في منطقة حي حمروينة. الآن أنا متواجدة في حي حمروينة، إحدى المطاعم زي ما أنتم شايفين. حنبتدأ نعرفكم على منطقة حي حمروينة. هي منطقة تاريخية. من هنا ابتدأت مقدشو أو مدينة مقدشو، من هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة جدا تاريخية من مئات أو ربما ترجع لآلاف السنين حسب بعض الروايات. فخليكم معنا. حيكون معنا الأخ عبد الله، هو المرشد السياحي أو المرشد التاريخي لهذه المنطقة. شوفوا هذه المنطقة جدا قديمة. طبعا زي ما انتم عارفين الصومال مرت بعقود من الحروب والقتالات الداخلية، لذلك الصومال اليوم تنهض من جديد، بالتحديد العاصمة الصومالية مقدشو. حتتعرفوا عليه. هذا البرج الصقاعي تم تأسيسه لاستقبال ملك إيطاليا أثناء استعمار إيطاليا للصومال، يعني قبل 900 سنة من الآن، ومكتوب حتى باللغة الرومانية أو اللغة الإيطالية زي ما انتم شايفين. الصقاعي هذا مسجد 4 ركن قديم جدا، من أهم المعالم في منطقة حي حمروية. هنا لو تشوفوا بس إيش مكتوب، تم بناؤه سنة 667 هجري. الصقاعي هذا المنزل زي ما انتم شايفين، ما تتخيلوا اليمين، هذا المنزل للسلطان العماني برقش بن سعيد، كان حاكم للصومال قبل مئات السنين. بعدها أصبح متحف وطني أيام حكم رئيس الراحل سياد بري، وأثناء الحرب طبعا دمر زي ما انتم شايفين. يعتبر أثر تاريخي من تاريخ العاصمة الصومالية مقدشو. أصدقائي، من أهم المعالم زي ما قلت لكم مسجد 4 ركن وبيت أو منزل سلطان برقش بن سعيد. منطقة حي حمروينة منطقة جدا شعبية. هي أنا تذكرني بالنسبة لي في البلد في جدة، جدا قديمة وجدا تاريخية.